وهي ان يلقوا طائر الرخ علشان ينقذوا الاميره في الاول، وبعد كده يرجعوا ياخدوا الذهب اللي هم عاوزينه. لكن الجنود بتتمرد على سندباد وما يرضوش يسمعوا كلامه، وبعد كده بدات عركه بينهم وبين سندباد. راح العملاق سمع صوتهم وهم بيتخانقوا ومد ايده جوه الكهف ومسكهم واحد ورا واحد، وسندباد كان عاوز يضربه بالسيف لكن العملاق نجح ان يمسكه، والعملاق دخلهم كلهم في قفص كبير وخدهم ومشي بيهم على المكان بتاعه. وبعد شويه العملاق بيطلع واحد منهم ويربطه ويشويه عشان ياكله، وسكار بيشوفهم محبوسين جوه القفص وما رضاش يساعدهم لانه كان عاوز يخلص منهم علشان الذهب والمجوهرات والمصباح يكونوا له لوحده. وبعد شويه سندباد بتجيله فكره علشان يخرجوا من القفص، وهو ان يخلي الاميره تساعده وتفتح لهم القفص. وفعلا سندباد بيرفع الاميره فوق القفص ويطلب منها انها تحاول تفتح القفص علشان يخرجوا ويساعدوها، لكن للاسف القفل كان صعب على الاميره وما كانتش قادره تفتحه. ووقت ما هي بتفتح القفل العملاق بيسمع صوت ويحس بحركه جوه الكهف، وبيكون سكار بيدور على المصباح السحري وفعلا بيلاقيه. ولما العملاق وصل عنده سكار اختفى من الكهف. وبعد كده الاميره فضلت تحاول تفتح القفل لحد ما نجحت في النهايه انها تفتح القفص وتنقذ سندباد والجنود. وبعد شويه العملاق بيشوف سكار طالع يجري، راح العملاق مشي وراه علشان يجيب منه المصباح اللي سرقه، ولحسن الحظ سكار بيجع والمصباح بيجع منه، والطاقم من الخلف بيرمي عليه اسهم علشان يخلصوا عليه، ولكن العملاق ما كانش بيتاثر بالاسهم. وبعد كده العملاق بيخلع شجره ويضرب بيها الجنود ويموت منهم ناس كتير. وبعد كده سندباد بيجري على المصباح السحر وياخده من الارض ويجري يستخبى بين صخرتين جنب سكار، والعملاق بيشوفهم ويروح عندهم وكان خلاص هيمسكهم، لكن سندباد بيحط الشعله اللي كانت معاه في عينه. وبعد كده العملاق ما كانش شايف اي حاجه، وسندباد فضل يستدرج فيه لقمه الجبل لحد ما العملاق وجع من فوق الجبل. وبعد كده كلهم بيفتكروا ان العملاق خلاص كده مات. وبعد كده سكور بيطلب من سندباد ان يديله المصباح السحري، وسندباد بيقول له بعد ما ترجع الاميره لطبيعتها زي ما اتفقنا. وسكور بيرد عليه ويقول له انت مش هتعرف تستخدم المصباح لاني انا الوحيد اللي بعرف الكلمات بتاعته واللي بتحضر الجني. وسندباد بيرد عليه وقال له انا مش بثق فيه، وخصوصا لما شفتنا في القفص وما رضيتش تساعدنا. بعد كده كلهم بيطلعوا الجبل ويوصلوا لعش طائر الرخ، وهناك بيشوفوا بيضه ضخمه جدا، ولكن للاسف سندباد بيسمع صوت جاي من داخل البيضه، وسندباد بيعرف ان البيضه خلاص قربت تفقس وما ينفعش يكسروها. وسكور بيقول لهم روحوا دوروا على عش تاني، ولكن للاسف الطاقم بيكون في ناس جعانه يروحوا عند البيضه ويكسروها علشان ياكلوا الطائر الموجود فيها. وبعد كده البيضه بيخرج منها طائر براسين وشكله غريب ومرعب، يروح الطائر يهاجمهم لكن الجنود بيتغلبوا عليه ويموتوه. وبعد كده سندباد بياخد قشره البيض اللي بيدور عليها ويديها لسكار، لكن سكار بيرفض ويقول له في حاجات تانية لازم نعملها مع قشره البيض، وكمان يقول له لازم ناخد الاميره ونروح الكهف بتاعي علشان نعمل التعويذات هناك. وسندباد بيرد عليه ويقول له كيف هندخل الكهف والعملاق موجود هناك؟ وسكور بيرد عليه ويقول له لما تيجي الكهف هتعرف ان كيف بحمي نفسي.